السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي، كيف حالكم؟ في يوم 18 إبريل من عام 2015 دخلت امرأة اسمها رشا السلموني مركز الشرطة في فرسكور وبلغت عن اختفاء ولدها محمد السيد البربري، وكان طفل عمره 5 سنوات. رشا من قرية تسمى كفر العرب، وهذه القرية تابعة لمركز فرسكور بمحافظة دمياط. وبهذا اليوم كانت قاعدة قدام بيتها مع محمد وبنتها، ولما قرب المغرب البنت طلبت تغير ملابسها، فقامت الأم ودخلت معها للبيت وتركت محمد يلعب بروحه في الشارع. رجعت رشا بعد دقائق بسيطة، لكن ما لقيت محمد لا في الشارع ولا حتى في الأماكن اللي يم البيت. بدأت تدور تنادي، تسأل الجيران، تسأل الأهل، بس ما أحد شافه، وكأن الأرض انشقت وبلعته. راحت لبيت اختها تسأل إذا محمد جاها أو لا، لكن ما كان عندها أي خبر عنه. المسكينة رشا صارت تمشي من بيت لبيت ومن شارع لشارع، حتى دخلت في فرح في نفس هذه الليلة، والمسكينة بدأت تدور في هذا العرس وسط المعازيم، لكن ما في أي أثر. الوضع صار يخوف، والأم المسكينة على وشك إنها خلاص تنهار، فقررت إنها تروح تبلغ الشرطة، لكن البلاغ ما كان كافي. أهل القرية كلهم قاموا معها وطلعوا بسيارات ولفوا القرى اللي يمهم وينادون باسم محمد ويصفونه ويحكون مع الناس: ما شفتوا هذا الولد كان لابس كذا، طوله كذا، لون بشرته كذا، يمكن أحد شافه. يوم ورا يوم، شهر كامل، كل يوم نفس الشيء، بس محمد ما له أي أثر. الشرطة بدأت توزع صور لمحمد ومعها رقم الأم ورقم أبوه، وكل واحد في القرية صار يعرف صورة الطفل هذا، وكلهم كانوا يقولون هذا محمد اللي اختفى. انتشرت قضيته بشكل كبير، لكن كل الأمل كان متعلق باتصال أي أحد يتصل ويقول أنا شفت محمد. وفعلا جاهم اتصال واحد قال لهم إنه شاف محمد بالإسكندرية، وذكر عنوان محدد. طبعا من الإسكندرية لهذه المدينة مسافة بعيدة. المسكين الأب والأم طاروا إلى الإسكندرية، لكنهم لما وصلوا ما لقوا أي شيء. رجعوا يتصلون على هذا الرقم اللي دق عليهم، قال لهم بكل برود: ترى كنت أمزح معكم. يعني وشلون في ناس بهذه الطريقة وهذه القلوب؟ بس رشا ما كانت تستسلم، كانت تقول أنا حاسة إن محمد جنبي حولي قريب مني وإنه بيرجع لي. وبعد شهر جاء اتصال من القاهرة، قال المتصل إن ولدك عند تاجرة مخدرات وهي مشغلاه معاها، وأرسل لها صور لمحمد واقف ببلكونة وصورة ثانية بالشارع. الأم المسكينة ركبت أول باص وراحت للمكان اللي وصفه، بس ما لقت لا محمد ولا الست اللي تكلموا عنها. حاولت تتصل بالرقم، قال لها انسي، ما راح تشوفيه مرة ثانية. طلعت الصور مفبركة، ركب وجه محمد على جسم طفل ثاني. متخيل عقلية الناس؟ أم تبحث عن ولدها، تبحث عن روحها، وهذا اللي يقول لها أنا كنت أتغشمر، والثاني اللي يقول لها انسي. وش هذا الناس؟ وش هذا التفكير؟ وبرغم قساوة اللي صار، الأم ظلت تصدق أي خبر وتروح أي مكان يوصفون لها، وكل شوي أحد يتصل ويطلب فلوس أو كروت شحن ويقول لها اعطيني وأقول لك وين ولدك. وهي قلبها اللي ما عرف اليأس كانت تعطيهم، وفي النهاية يطلعوا نصابين. 8 سنين كاملة وهي تروح وتجي وتركض وراء أي خيط، بس للأسف
محمد ما بان له أي أثر. قدام بيتهم كان في عمارة تحت الإنشاء. هذه العمارة كانت 4 أدوار وكانت كلها على الطوب الأحمر، والبيت هذا انباع 5 مرات، وكل مرة ينتقل من واحد للثاني للثالث للرابع، إلى أن اشتراه مقاول جديد وبدأ يشطب فيه. وهذا المقاول بدأ يشطب قالوا فيل. وفي يوم الخميس يوم 18 مايو من عام 2023 اشتغلوا العمال بالدور الرابع، وكان في الدور الرابع كومة رمل متروكة. واحد من العمال وهو يحفر بالرمل حس بشيء يخبط بالكوريك اللي يشيل بيها الرمل، فقرب بيده حفر وفجأة شاف عظم إنسان. بلغوا المقاول وجاء يحفر معاهم، ولقوا هيكل عظمي كامل لطفل لابس نفس ملابس محمد، حتى الصندل اللي بالصورة كان نفسه. والصندل الله يعزكم هو النعال. الشرطة حضرت وفحصت الجثة، والأم من بعيد يوم سمعت عن الجثة ما احتاجت تشوف لا هدوم ولا صور ولا شيء، قالت هذه جثة محمد، هذا ولدي. تخيلوا كانت طول هالسنين تدور بكل مصر الكبيرة الزحمة، كل يوم تمر من عند المكان اللي مدفون فيه ولدها. الشرطة بدت تسأل الأم تشكين بأحد، فقالت محمد ما يروح مع أحد، ما أحد يعرفه، هذا الطفل عمره 5 سنين. وهنا صار في تركيز على شخص معروف بالقرية إنه منحرف جنسيا اسمه محمد رمضان، ويلقبونه بتيتو. معروف إنه يتحرش بالأطفال وتعرض للضرب أكثر من مرة، وحتى إن هذا الشخص تسجلت عليه محاضر وسجن لمدة 3 شهور. المصيبة إن هذا الشخص كان يعرف أهل محمد، وكان وقت الجريمة عمره 19 سنة، وبعد شهر من الجريمة سافر للكويت وظل هناك 8 سنين، إلى أن رجع قبل أسبوع من اكتشاف الجثة. يوم الشرطة قبضت عليه اعترف بكل شيء، قال إنه شاف محمد وإنه طفل وأعجبه فقرر يعتدي عليه. ظل يومين يراقبه عند بيته، وفي يوم 18 إبريل 2015 لمح محمد يلعب لحاله في الشارع، فقرب له وقال تعال أعطيك شيء أحسن من اللي تشتريه، وخذاه للعمارة اللي لقوا فيها الجثة. وأول ما وصلوا للدور الرابع حاول يعتدي عليه، لكن محمد صرخ وقال إنه بيقول لأمه وأبوه، فخاف المجرم من الفضيحة فضربه بخشبة على راسه، ولما استمر بالصراخ طعنوا 3 طعنات في ظهره ودفنوا هناك وغطاه بالرمل. رجع بعدها للمصرف ورمى السكين، وبالليل راح يواسي أهل محمد وكأنه واحد منهم، حتى بعد ما الأم اشتبهت فيه وتحجز 4 أيام رجع يشاركهم في البحث كأنه ما يدري عن شيء. وبعدها سافر للكويت، وكل ما ينزل يسألهم في جديد، لقيتوا محمد؟ ها بشروا لقيتوه؟ لكن النهاية كانت فاجعة. الطفل اللي دفن في الرمل، وهالعمارة اللي وقفت وتنباع ل4 أشخاص علشان أحد يشتريها ويتركها، إلى أن قرر القدر يكشف الحقيقة. اللي مثل محمد رمضان موجود في كل دولة وفي كل منطقة وفي كل مدينة، فاهتموا بأطفالكم وكونوا حذرين. كانت هذه سلفتنا لليوم من سوالف دوحة، قصة قلبها حزين ودمعتها ثقيلة عن أم كانت تحس بولدها حولها، وفعلا كان أقرب مما تتصور. تخيل كان جنبها. القصة مؤلمة وأتمنى تكون أعجبتكم. لا تنسون تشاركونا وتكتبون رأيكم، ونشوفكم في سالفة جديدة وقضية أغرب. وفي نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب
ولا تنسى أن تترك لنا تعليق. دمتم في أمان الله وحفظه.